ما هو اللي ما يتعلمش من التاريخ ومن الأحداث السابقة للسالفين يبقى ده إنسان غبي أو عنده مشكلة في عقله. ليه الكلام ده؟ وأنا بقلب بالصدفة كده والله شفت كام فيديو قديم، أنا هعرض بس منهم اتنين وبعدين نرجع تاني. الإخوان يعني ربما يعني لم ينظروا في الأمر نظرة عميقة تتخلل الأمر من داخلياته وجوانبه المختلف، لأن أنا أتعجب يعني كيف يعني سمح الإخوان أن يدخلوا المعركة مع الجيش. بس للي ما يعرفش، ده القرضاوي يعتبر عمود من أعمدة الإخوان. ده كان السادات في السبعينات كان طرده بره مصر هو وكان معاه مجموعة كبيرة يعني. تمام. القرضاوي ده بالنسبة للإخوان على فكرة يعتبر ولي من أولياء الله الصالحين. لو هم طايلين يبنوا له مقام في كل حتة في مصر أو حتى بره مصر هيعملوا كده. تمام. القرضاوي بيلوم عليهم انهم ازاي وقفوا وتصدوا للجيش، يعني ازاي انت تيجي في دماغك ان انت ممكن تقف قدام الجيش، وده كان رأي القرضاوي. دي حاجة. الحاجة التانية بقى، في معانا فيديو تاني عايزين نشوفه وبرضه نقول عليه كلمتين. بنتابع معكم هذه المشاهد وهذه اللقطات التي تم تصويرها من الطائرات، و يعني بتوضح وجود بعض العناصر المسلحة زي ما بيتم تصويرها الآن أمامكم. طيب دي الناس المسلحة اللي كانت موجودة في النهضة وكانوا بيقول لك ان احنا معتصمين وبتاع. طيب هو ايه، هو فين الفكرة او فين الموضوع؟ الموضوع ان انا عايز اسأل سؤال. هما لو كانوا الجماعة دول بهذا الفكر وهذا المنطق وهذا المبدأ في الحياة، لو هما اللي فضلوا في حكم مصر ال 15 سنة دول، كان احنا ايه وضعنا؟ حياتنا ايه وضعها؟ عيشتنا، خروجنا، على فكرة سفرنا، قعدتنا، اكلنا، شربنا، كان زماننا ايه؟ كان زمان عندنا برضو فكرة اللي هي الميليشيا، زي مثلا حزب الله كده مثلا في لبنان. كان زمان عندنا مثلا في سيناء. كان زمان عندنا مثلا في الجنوب تحت برضو ما يمنعش خالص يبقى عندنا برضو تحت ميليشيا برضو كده زي اللي في السودان او في الغرب. كان ايه وضع مصر؟ كان زمان كل دول كده متقسمين وعندنا بس المنطقة المركزية اللي هي في القاهرة بس اللي فيها الجيش المصري والباقي كله ميليشيات. كان احنا الناس اللي عايشه اللي بتخرج بتروح وبتيجي، الناس اللي هي اللي عايشه حياتها العاديه كانت هتبقى عايشه ازاي في ظل هذا الفكر وفي ظل هذا العقل والترتيب والتعامل مع المواقف في الحياه؟ طيب انتوا بتقولوا احنا اخوان مسلمين واحنا الاسلام والدين والاخوه. هو الاسلام ليه مكان يا جماعه الا المسجد؟ يعني الاسلام هو ليه اللي انا اعرفه يعني مكانين، القلب والمسجد فقط لا غير. انت مالك انت ومال اداره بلاد؟ وكمان لما تكون البلاد دي مصر، مالك انت ومالها؟ دي حاجه. الحاجه التانيه، كان الله يرحمه برضه مرسي كان يقول لك السياسة نجاسة. طب ولما هي نجاسة وانت راجل بتقول اسلام والاخوان والدنيا، مالك انت ومال النجاسة؟ ولا انت حبيت ان انت تقعد فترة كده وانت غير طاهر؟ فالشاهد من الكلام اللي احنا عايزين نفهم، لو فضل هذا الحكم كل هذا الوقت كان احنا ايه وضعنا حاليا؟ كان زمان مصر ايه؟ مصر اللي بقى هنقول بقى ان ربنا حاميها وربنا مبارك فيها ومذكوره في القران وي وي وي، هي علشان ربنا كده هو حاميها وعشان ربنا مذكوره في القران، ربنا ما ارادش ان هي تمشي تحت السقف الاخواني. علشان ربنا حاميها وعشان مصر محروسه من قبل الله، ربنا ما ارادش ان الاخوان هم اللي يفضلوا فيها، علشان ده مش في صالح مصر. لانه لو كان في صالح مصر كانوا اتسابوا، كان ربنا وفقهم وسابهم وكانوا. ولكن ده ترتيب الهي علشان
الشعب المصري يستاهل اكتر من كده، وعشان الشعب المصري ما ينفعش عقول بهذا الشكل تدعي الاسلام والاسلاميه وهم في النهايه لهم افكار اجراميه تماما يعني. فالشعب ده والارض دي ربنا مبارك فيها، علشان كده خلصها من اكتر ناس ممكن تضرها، ولو على حساب الشعارات الدينية. لا لا خالص، طول عمر الشعب المصري دينه هو عارفه كويس، دينه في قلبه، كان مسلم بقى، كان مسيحي، كان حتى يهودي، كل واحد دينه في قلبه، وكل واحد بيعبد ربنا بطريقته. مفيش حد واصي على حد في الدين، كل واحد دينه هو شايفه ازاي هو حر فيه. الحمد لله مصر بتاعتنا، مصر حبيبتنا زي ما هي مصر حبيبتنا، الحمد لله ربنا حماها بجيشها بحكومتها برجالة بتحب البلد دي للبلد، مش عشان مرشد ولا علشان حد بنبوس له ايديه ولا الكلام ده كله. لا لا لا، مصر حمى البلد دي علشان خاطر الشعب المصري، بعت لها رجالة يحموا البلد ويحموا الشعب. وتحيا مصر وتحيا رجالة مصر.